هلا حبايب واهلا وسهلا بكم. اليوم 9/12 حاليا، مبدلة متجهزة ومتجهين الدوام. اول يوم روتيشن، حيل متحمسة صراحة. ما اعرف شنو اللي المفروض انتظره وشلون الجو راح يكون، بس باذن الله خير. جهزت جانتي، راح احاول بسرعة اراويكم شنو بيها، شنو جهزت للروتيشن. الملازم اللي لازم اخذها، الستيتوسكوب وكارتي وكل ذني سوالف اللي لازم اخذها، دفتر، عندي شمسية وعندي جفوفي، شغلات اكسترا، قراصات، سوالف، لب بالم اتوقع، كارتاتي، سماعاتي، وبس والله. وهم راح اخذ تكر مرشحاتي. هذا هن ذني الاشياء اللي راح اخذهن وياي، وبس والله. حيل متحمسة واحنا ليتس جو. ما ادري ليش شعري طالع هيك، اتمنى هو بالحقيقة ما طالع، لا بالحقيقة طالع مؤدب. ليتس جو. اوكي حبايب، شاط من المصعد، حيل متحمسة، حماسي يعني يزيد. لابسة هذا البلوز وجواه هذا الخفيف اللي لبس جو الملابس. يعني اصور لكم من التليفون لاني اليوم ما اعرف ايش قد راح اقدر اصور يعني كاميرا وايس، لان قبل تعرفون كان عندي يعني غرفتي الخاصة، فخلي لكم الكاميرا وادلعكم، ما اعرف ايش قد راح اقدر اسوي في هذه الايام. بس ليتس جو. وصلت للمستشفى وما اعرف وين اروح. حاليا واقفة يم الكوستر اللي اراويكم وين تروحون، بس ماكو المكان اللي انا يعني التقى ف هسه راح يكون شكلي كأني وحدة فيها، راح استعرض واشوف شلون لازم. اوكي لقيت 2 دكاترة هم المفروض يكونون ويانا او بغير قسم، راوني الطريق وان شاء الله انا بالمكان الصح. حاليا 5:15، هسه انا وصلت البيت. هالكانة بس احس انه لازم نحكي عن هذا اليوم من نصعد. let's go. اوكي حاليا جاهزين يعني ملف اول يوم. اوكي ما صورته هواي لان احنا يعني جوقة بدينا كلنا مع بعض، فيعني كانوا كلهم موجودين، وانا تعرفوني ما احب اصور من اكو ناس، بس خلوني يعني شفتوا الاجزاء اللي صورتها. حاليا الساعة 5:17 هسه انا وصلت للبيت. واتوقع الشيء الايجابي خلال هذا الروتيشن هو انه راح اولا اطلع شوي متاخر وابدي او ارجع للبيت شويه يعني من وقت. فهمت شلون؟ يعني اطلع متاخر وارجع من وقت، فيعني تقريبا all in all تقريبا قاعد نحكي 40 دقيقه فشي هيك، 30 دقيقه فشي. المهم خلوني اقول لكم انه انا بالقسم مالتي بنيه سوريه، من الناس اللي يعني ما عندهم مانع انه يحكون عربي، فأعشق. المهم اول جزء باليوم نقدر نبديه. انه اول جزء من اليوم كان اول دكتور متاخر، والدكتوره الاساسيه مالت القسم متاخره، فتأخرنا كلش هواي واحنا اثنيناتنا بس واقفين هيك. ثانيا كارتي ما يشتغل، ناسين انه يخلوني البهاريات
بمعنى انه كارتاتي ما تشتغل، فلا اقدر اجيب ملابس، لا اقدر ابدل، لا اقدر افتح القسم، لا اقدر اسوي فشي، ما اقدر اسوي اي شيء. اهم شيء طالين مفاتيح للقسم، ما اعرف راح اسوي بهذول المفاتيح امانه الله. المهم بعيدا عن كل هذا السالفه، هم ما كنت اقدر افوت للسيستم لان ناسين يخلوني بالسيستم، ولينا الدكتوره اللي وياي بعدها اصلا ما تقدر تفوت للسيستم. انا على الاقل دقتين يعني they solved it all، سووا لي كل شيء، هي ما سووا لها فشي، ما ادري ليش، ما ادري ايش راح يصير. المهم باشر هي ما راح تكون موجوده، باشر بس انا موجوده، نشوف ايش راح يصير. بعيدا عن كل هاي السالفه، يعني القسم اللي يشتغلون بالقسم شكلهم حيل لطيفين الحمد لله، اكيد الحمد لله، يعني ان شاء الله يتمون هيك. شكلهم حيل لطيفين. اول جزء من اليوم كان عندنا مراجعين، او يعني حكينا عن المراجعين، التقينا بمراجعة واحدة، وبعدها يعني كتبنا admission وهيك سوالف، وبعدين اكلنا بسرعة، وبعدين رحنا نتعلم شلون الجورنالينج سيستم مالتهم يشتغل، لان انا ما مشتغلة بهذا صار لي تقريبا 8 سنوات، لا مو 8، لا ايش دعوة، اقل شيء 4 سنوات اتوقع، 4-5 سنوات فشي هيك ما مشتغلة بيه. واخر مرة اشتغلت بهذا القسم، لازم اقول لكم انه اخر مرة اشتغلت بهذا القسم، لا مو بهذا القسم، بهاي المستشفى اصلا، كان قبل 9 سنوات، تخيلوا. والبارحة قعدت ادور ورا صور من اول مرة اشتغلت لهناك ولقيتهن، وراح انزلهن على الانستغرام، فاذا ما متابعيني على الانستغرام اسمي اسرس مد، ESRASMED، اوكي. روحوا شوفوا الريل اللي راح انزله اللي فيه صور من 2015. حيل متحمسة ان تشوفون هالشي. بس والله ما اعرف شو اقول، بعدني كلش متحمسة. الناس كلها يعني هيك كآبة، ما ادري ايش بيهم، يعني الجزء اللي بادين لينا ما حكينا هالقد هواي عن هذا القسم، بس البقية يعني حيل كآبة، احسهم انه نشاط الحيوية وينها. المهم ما عندهم. فيا ما ادري شلون، بس يا اول داي تشيك، كمان اول يوم، وما ادري ليش شعري عايش حياته، اتوقع لان هاي هالقد عالية. المهم أمانة بعيدا عن كل هذا الموضوع، حيل برد 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 برد، حيل برد. وتعرفون الفست اللي على طول لبسه يعني بالكلينيك اللي أنا عادة بيه، يعني بالطب الأسري، خلصانات كانن. وإذا راح تشوفون الريل اللي راح ينزل على الانستغرام وتتساءلون إسراء ليش ماخذة تي شيرت قياسك الضرب 10، راح اقول لكم انه تذكرون قبل كم فلوج حكيت لكم عن انه احيانا ماكو القياسات، هذا الشيء صار وياي. يعني اكو وحده لبستها يعني ما تقدر تتنفس بيه، وانا لبستها وهيك حسيت حالي يعني لو اصعد لي هيك 100 كيلو هم راح يفوت بيه، هم راح افوت بيه قصدي. بس المهم حتى تعرفون اول شيء لازم بس اقول لكم هذا الشيء قبل ما اختم، اعرف حكيت هواي، بس هم يعني تعرفون الزيق انبا حيل كبير، يعني هيك ينزل هيك لهنا للصرة. بس المهم فاول ما رحت للسكرتيري I was like عندش دمبوس and she was like لا ما عندي. فما ادري للناس اللي عندهم هيك بوستت، البين مال البوستت تعرفون اللي تخلوه هيك، اخذت واحد من هذا وخليت يعني هيك سديتها بيه. لازم بس اراويكم حتى تستوعبون شنو قصدي، يعني ما اعرف شلون اراويكم اياها، بس ما ادري لو قاعد تشوفون، اتوقع قاعد تشوفون، يعني قاعد تشوفون شلون محاولة يعني بكل قواتي وقدراتي محاولة انه هالزيق ما يصير للصرة. المهم وصلنا لنهاية الفلوج، حلو متحمسة، يا رب باكر يكون اجمل واحلى. تعرفون لازم بس اقول لكم هالشي، اعرف ان كل مرة اريد انهي الفلوج اقول لكم لازم اقول لكم هالشي، بس حابة اوثق لحظاتها. انا جاية وتعرفون بالروند يعني الروند الاجتماع اللي الصبح يحكون عن كل المراجعين، اوكي، فيحكون عن الاشخاص
وانا يعني اكتب الاشياء اللي انا حابه اسويها and they're like لا هذا الشيء ما راح نلحق بيه، هذا الشيء ما راح نلحق بيه. and I was like بابا صار لكم ساعتين تحجون، بدل ما نحكي هالقد هواي ولوك لوك 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 زياده نقدر نروح نسوي الشيء. يعني انا جايه طاقه ايجابيه like 1 2 3 4 راح نكمل كل شيء اليوم، كلهم نكملهم. and she was like لا هذا الشيء ما راح نلحق بيه، هذا الشيء ما راح نلحق بيه. I was like تعرفون انه امانه انا يعني صار لي كم سنوات، يعني اتوقع اخر مره اشتغلت بهذا السيستم من 2021 اتوقع، يعني الله لا يكذبني. بس يعني تخيلوا انه اتوقع يعني it took me like 2 minutes اكيد 2 minutes ايه، لان احد الدكاتره مراواني ولينا تعرف، فلينا حاولت انه تراويني بس ما كانت متأكدة. مهم خلال يعني دقيقتين اتوقع تعلمنا الشيء اللي احنا كنا بحاجته على ود ندز الادميشن. وهم يعني يا برودة دمهم يا برودة دمهم يا كبر عاد ربي. وبعدين هاي تذكرون هاي اللي بالطب الأسري اللي حكيت لكم عنها هاي تخيلوا لا تشتغل وياهم يما 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 يما، بس من ودي يعني هيج هالقد شعراية من هاي وهدوءها من ودي أعطيها الهذيج. يعني شعراية أتوقع راح يعني تسوي تفعل ما فعلتها خلال حياتها يعني هيج ما أعرف أشرح لكم إياها بس يا وصلنا لنهاية الفلوج. أتمنى حبيتوا. أعرف إنه أنا كإسراء بعد كم سنة بإذن الله راح أرجع لهذا الفلوج، و يعني أعرف إنه راح أعيش كل المشاعر مرة ثانية. مختصر مفيد. اليوم أنا يعني حيل متحمسة لهالبليسمنت. أحس إنه أنا لو أدخل باكر يعني هيك أجي شوية من وقت، وبس لو يسووا لي الكارت مالتي راح أقدر أسوي هالقد هواي أشياء. وأحس إنه أنا جد يعني أنا بالمكان اللي راح أقدر أسوي يعني راح أقدر أضيف لهم فشي. أوكي وصلنا لنهاية الفلوج. أتمنى استمتعتوا، أتمنى عجبكم، أتمنى أنتم متحمسين لهالرحلة بيد ما أنا متحمسة لها. وبس والله أحبكم كلش هواي وكلش ممتنة لوجودكم. وأعرف إنه على طول أقول هالشي بس جد أنا كلش ممتنة لوجودكم. أعرف إنه قبل فترة وصلنا 25,000 متابع، وأنا عارفة إنه مو كل اللي يتابعون هم يعني متابعين قاعد يرجعون للقناة ويشوفون الفيديوهات وكل هالشي، بس أنا كلش ممتنة لوجودكم. وما أعرف شو أقول لكم غير ربي يوفقكم إن شاء الله، ونلتقي بإذن الله بالفلوج الجاي. باي.